السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ردوا السلام، ما تكسلوش، قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقي أميراتي أخدوني وخدوا انتوا كمان سوام. النهاردة أنا مبسوطة جدا الحمد لله. الركنه بتاعتي اهي شرفت، شايفين احمد داخل بيها بجد. احمد تعب معايا كتير الفتره دي جدا، فالحمد لله. بقى عايزه اقول لكم اليوم ده تعبت قوي، شرحت لكم في الفيديو اللي فات. المهم ان انا نسيت اسلم عليكم صحيح. لو اول مره تشوفوني انا فريده، واعملوا لي سبسكرايب واعملوا لي لايكات وكومنتات كتير. بقى تاني بسرعه، الركنه بتاعتي بقى لها كتير قوي قوي، واخيرا هفرش شقتي قريب جدا، بس لسه في هم كتير. اليوم دوت انا كنت لسه مخلصه شقتي ومنضفاها على الارض وكله تمام، رغم ان انا مش فرشه يعني بره، انا فرشه اوضه النوم، وشايفيني ماسكه المكنسه كل شويه عماله بعمل بيها بقى واكنس واطلع ومفيش فايده، عشان كل ده هيتهد دلوقتي. ده كنت بصوت مش خلصت الشقه وقاعده ولا بيا ولا عليا، لقيت داخل عمي كنت طالباه عشان يجيب لي الراجل النقاش، ووراه الراجل بتاع الركنه، وراه الراجل بتاع الخشب عشان الفاصل يختي كله على دماغي. المهم يا جماعه الحمد لله يعني كل حاجه وصلت، بس اتبهدلت واتمرمطت اليوم دوت. الركنه بتاعتي بقى انا عاملاها لون البيج، كلكم سالتوني عملتيها لون ايه، عملتها لون البيج دوت. دي عملتيها لون بيج، ده ابنك هيمرمطها يا جماعه، مش مشكله ان شاء الله، مش هخليه مرمطها، وان شاء الله انا هحاول على قد ما اقدر طول ما انا قاعده هحط عليها كفرات. جوزك على متعوديه وابنك على ما تربيه، وانا هربي ساجد ان هو يبقى نظيف، وان شاء الله يحافظ على حاجه البيت يعني. وبصوا انا هوريكم دلوقتي، هو اصلا يعني مجرد ما جت وهو بيتشعلق عليها برجله، والارض كلها كانت فاضيه والناس كلها كانت داخله كده. بصوا يعني الحمد لله. اللي لسه داخل بقى الاخير دوت عمي اهو، شايفينه اللي ماسك لي الحاجه. الركنه كلفتني كام؟ كلفتني 12000 جنيه يا جماعه. القماش غالي والسفنج وكل حاجات غاليه طبعا، عشان اللت الكتير، او الناس اللي مش فاهمه ان انا كان عندي انتري بعته وكملت عليه تمام واتعمل، والسفره بتاعتي اتباعت وكملت عليها واتعمل، والحاجات اللي انا كملتها كانت حاجات رمزيه مش كتير، لان يعني حاجاتي انا كانت لسه جديده. طب انا غيرتها ليه؟ غيرتها عشان كان نفسي اغير الشقه، عشان خاطر كانت العفش فيها كبير، فقلت خلاص طالما الشقه مش هغير منها يبقى اغير مش من العفش. كان عندي انتري بعته، عملت ركنه كده حرف ال صغير، وكان عندي سفره كبيره ب6 كراسي، وعندي النيش كان ملغي خالص، والحاجه اللي فيه ما كانتش باينه، لما كان حد بيجي لي ما كنتش بعرف اقعده نهائيا. غيرت السفره بتاعتي من بدل 6 كراسي عملتها 4 كراسي، وترابيزه كده صغيره حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله لما تشوفوا الشقه بتتفرش كلها. وكمان حبيت اديكم افكار لاي بنوته عندها شقتها صغيره 40 متر او 35 متر بتتجوز وبتبتدي حياتها. قولي الحمد لله الفتره دي، لان الدنيا بجد بقت صعبه. فردي لو معاكي شقه 35 متر ولا حتى 40 متر تقدري انت تفرشيها تخليها بصي طبعا نصيحتي ليكي تابعيني وتابعي غيري وغيري، تاخدي افكار مني ومن غيري عشان خاطر تستفيدي انت، كله ليكي انت، تستفيدي من الالوان، تستفيدي من الاجهزه، احسن تجربه فيها والحاجات كلها. لما هتفتحي في الالوان هتلاقي وسعه معاكي زي الميك اب بالظبط. تحطي لون كحل، الكحل الاسود بيضيق، الكحل الاسود بيوسع، يا جماعه ما علينا، مالناش دعوه بالميك اب دلوقتي، خلينا في الشقه. اللون الابيض في الشقه بيوسع، والغوامق بتضيق جدا. انا ان شاء الله هبيض الحوائط كلها بتاعتي ابيض، ولون البيبان لسه انا مش عارفه هعملها ايه، بس هعملها لون مختلف باذن الله. بتضحك على ايه؟ جوزي بره بيضحك عليا. يا جماعه انا لازم اشوقكم واعرفكم، لسه والله بجد ما كنتش عارفه هعملها ايه، بس هي خلاص اتبيضت، بس انا بشوقكم عشان تشوفوا الفيديوهات كده واحده واحده. خلاص هنا خلاص خلصت، هنزل بقى البرايع بس مش دلوقتي. وهنا عمو كان نجار، كان بيظبط لي فيها شويه حاجات. بالمناسبه لعمو النجار دوت بيعمل اي شكل انتوا تحبوا تجيبوه، بس هو ما بياخدش حاجه قديمه يبيعها هو ويتعامل، لا انت بيعي حاجتك مع نفسك، وتقدري ان انت تحولي له جزء من في فودافون كاش من الفلوس، ويشتغل لك في حاجتك، وتتفق انتوا مع بعض. في ناس كلمته واتفقت معاه وقالت له انا عندي ترابيزه عايزك ابعتها لك وانت تعملها لي وكده، وحاجات كمان وانت عندك هتغيري من شكلها ممكن تكلف معاكي كتير، فانت احسن لك ان انت تبيعي وتعملي كله من جديد. انا هنا الركنه بتاعتي عاملاها حرف ال كده بسيط، وعامله كرسي كده في النص فاصل، ان شاء الله هتعجبكم لما تتفرش، وكل حاجه هتتفرش وتبقى الحمد لله على كده. الركنه تحفه جدا وعمليه عن الانتريه بكتير. بقى من سجوده اخدتوا بالكم ولا لسه؟ اللي هو كان بيتشعلق لي على البتاع، انا بقول له اوعى. شايفين التراب طالع قد ايه يا جماعه؟ انا مش ساكته عماله بكنس، وحاجه عماله تقول لي استني لما يمشي، والثانيه تقول لي لا الحقيني يا فريده انا في الارض متمرمطه، شيليني كنسيني على جنب بسرعه. رفش اشوف قدامي حاجه حتى لو عارفه انها تتمرمط تاني واسكت خالص. عمو الابيضاني خالص ده اللي هيجي يعمل لنا النقاشه، لسه هنجربوه مع بعض يا جماعه. ولا اقول لكم انا جربته، اول يوم جه قال لي تمام تمام تمام، جه تاني يوم عمل حاجات، قعد 3 ساعات اخد فلوس، تاني يوم ما جاش، تالت يوم ما جاش، رابع يوم جه قعد، طبعا اتلسعنا قلنا له لا مفيش فلوس دلوقتي، جه تاني يوم
تعب بقى خالص، رحنا عاطيننا فلوس 5 يوم ما جاش. والله العظيم يا جماعه بجد الصنايعيه وابصم بالعشره لما في الصنايعي يخلص بسرعه لحد نهائيا. الحمد لله يعني، يا رب يا رب ما يعيدها ان يكون في صنايعيه تيجي عندي تاني. خلاص انا يعني اتعلمت. وبالنسبه للركنه بتاعتي فيما بعد لو حبيت اعمل لها مثلا لون جديد هتبقى بسيطه قوي عن الانتريه كان كيرفي، فما كنتش عارفه ان انا اعمل له كسوه براحتي، كان في بيضايقني عشان كيرفي. لكن دي ستريت مربعه في ستريت على طول، فاقدر ان انا اغير الكسوه بتاعتها. بس اللي ما عجبنيش في الركنه بتاعتي كنت طالبه الظهر بتاع الركنه يكون خشب وعليه فرش القماش فقط، وهعمل مساند شلت مع نفس المقعد. راح الراجل عمل لي الظهر فايبر وسفنج مضغوط وكاسه عليه، وعمل لي كمان شلت، فطلعت كبيره قوي ما كانتش لطيفه خالص. بصراحه اللي زعلتني في الانتريه بتاعي في الركنه بتاعتي يعتبر كده انا عندي حاجات دبل مش هحطها خلاص، هكتفي بس بالظهر لان الظهر اصلا مرتفع مش هحطه. ودي كده المقاعد، انا كنت طالبه المقاعد نفس الظهر، مش عايزه الستريت ده يبقى الظهر بتاعها ستريت. بس الحمد لله يا جماعه ايه الحاجات الزياده اللي اتعملت في الارض قدامكم هناك ديت شايفينها هتتغير. الكرسي بقى اللي انتوا شايفينه دوت الكرسي ان شاء الله هوريه لكم. جايبه شويه حاجات كده، واحمد جايب لي حبه حاجات هديه هوريها لكم في فيديو ان شاء الله، هوريها لكم بالاسعار بالاماكن اللي انا جايبه منها. من ضمنهم الكرسي اللي انتوا شايفينه ده كرسي بلاستيك مش كمان انصحكم نصيحه حلوه قوي انكم تعملوا ركنه من جوه بوكس عشان خاطر تشيلوا فيها اي حاجه عندكم مثلا زياده، اكسسوري بتاع البيت مثلا، مفارش، حاجات عندكوش مكان تقدروا ان انتوا تشيلوها جواها، هتستفادوا كتير كتير جدا. يعني انا عملتها كده بوكس عشان اشيل فيها الحاجات اللي انا تبقى كتير عندي او زياده او احب اعمل غيار. انتوا عارفين ان انا بحب اغير على طول، فشويه كده هيخش علينا رمضان، هنبتدي ان احنا نحط فرش رمضان، هيبتدي نخش علينا العيد عايزين نحط فرش العيد، بعد كده يبتدي الصيف فرش صيفي، وهكذا مع بعضينا نغير. عارفين الركنه بقى لما بتكون لون واحد بتكون اكتر في كتير، احلى بكتير. في ايه بقى؟ تجيبي الكوشنز اللي هي الكوشن المخدات الخدديات اللي هي الاشكال دي، تغيري ممكن تجيبي المخدات مع سجاده مع الستاره، هيبقى حلوه قوي بجد والله العظيم، هتبقى تحفه وتعجبكم كتير. اللي ما عجبنيش بقى شفتوا الشله اهي اتحطت شكلها مش لطيف خالص، شايفينها؟ والظهر اللي هناك ده مش ده اللي انا عايزاه برضو، انا كنت عايزه الظهر يكون مربعات كله، حتى الراجل اللي يحطها شايفينها مش لطيفه خالص خالص خالص، من غيرها احلى بكتير. فده اللي ضايقني بجد، يعني قلت خلاص هسيبها. والمقاعد دي ممكن اغير فيها بعدين لو حد جالي احطها كده، الظهر ده احطه. وكمان عملت الشيلت من جوه فيها بافته بيضه افك منها القماشه اللي بره تتغسل وتتحط تاني. كتير على جوجل تتفرجوا على ركن واشكال، انا عارفه اللي فيه اشكال اكتر واحلى من الركنه بتاعتي دي، بس انا حبيت تبقى بوكس وحبيت تبقى سيمبل كده عشان خاطر البوكس انا عايزاها اشيل فيها حاجات، وكمان تبقى حرف ال انا مش عايزاها. الحته اللي في الوش دي اللي هي مكان الكرسي اللي انتوا شايفينه ان شاء الله دي هحط فيها ترابيزه الشاشه باذن الله. النبي بقى كده في نص الفيديو حطوا لي لايك واعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش، اللي هي الاشتراك من كلمه اشتراك اللي بالاحمر دي خلوها باللبني، واعملوا زرار الجرس عشان خاطر لما اعمل لكم اي حاجه توصل لكم اول باول. هنا بقى كان في حته قماشه زياده، كنا متفقين مع واحد تاني بتاع انتريه طلب قماش كتير، فبعد كده اتفقنا مع واحد تاني طلب لنا قماش تاني، والقماشه الزياده دي طلعت ايه؟ سجوده بيسلم عليكم ويقول لكم حطوا طاقه. القماشه الزياده اللي طلعت دي ستها للستاره. ماشي عمي بقى يا جماعه بيكنس، قلت له هات انا هعمل لك، قال لا عمي ده بيحب جدا النظافه اول باول. بصوا عملي بجد، يعني بيحب الدنيا تكون نظيفه، حتى لما بروح عنده هناك في المطبخ اخليه له قشطه واعمل له اكل، يحبني اقف اعمل له غدا قوي، وبيحب الدنيا تكون نظيفه حواليه. ده عمي جاب صراحه كنا لسه بنهد حرف الزت اللي هتشوفوه دلوقتي، حرف الزت كده، حرف زت كنا بنشيلوه، شلنا المسامير منه وظبطها لنا. هنا خلاص بقى انا عايزه اقول لكم ان انا خلاص تاني يوم رايحه عند ماما ان شاء الله، يعني بعد الفيديو اللي فاتوا ده، وده كله كان في يوم واحد. شفتوا الفيديو اللي فات اللي انا نزلته لكم اللي هو كان فيه السمنه البلدي اللي كنت مشتريها بتاع ماما، كل ده كان حصل في يوم واحد، ضغط عليا وكنت تعبانه قوي. المهم يا جماعه ان انا لسه هطلع كل حاجه من الاوضه، في سرير هفك وطلعه لماما، وحبيت حاجات كده، حاجات كتير قوي، فالحاجات دي اصلا كلها هطلعها من الاوضه وارجع ادخلها تاني. عايزه اقول لكم اليوم ده اتهديت جدا جدا جدا. بالنسبه للسمنه البلدي، الناس اللي قالت لي السمنه البلدي غاليه، هي السمنه البلدي هنا عندنا 240 جنيه، انا مش عارفه عندكم، يمكن عندكم عشان بتبقى من مثلا انتوا مثلا بلد ارياف فبتبقوا ما شاء الله انتوا اللي بتعملوها، فبتبقى اسعاركم حلوه. لكن طنطا مثلا لما بتجينا من بلد لبلد، محافظه لمحافظه، بتكون غاليه، بتجيب حق العربيه والمشايل وكده، فيا دوبك بتحط مثلا حق
التعب بتاعها على العربيه، فاهمني؟ بالنسبه لعمي، عمي يا جماعه اخرس، فانا بعرف اتكلم معاه بالاشاره، عشان في ناس كتير برضو هتسال بتكلم كده بالاشاره معاه. عملت بقى في الركنه من تحت الواح كده زي الواح السرير، عشان خاطر افتحها براحتي، اشيل فيها سجاده، اشيل فيها اي حاجه من جوه براحتي خالص. هنا خلاص كانت بتتقفل. وهنا كان عمو ده ما عرفش بيجرب الضغط بتاع السفنج، احمد اللي جايب كل حاجه. قال لاحمد انا عايز الحاجه، واحنا جبنا يعني الحاجه، كتب ورقه وقلم كده الحاجه اللي هو كان محتاجها واحنا جبناها، واخد بس حق المصنعيه. بس الحقيقه انا مش فاكره حق المصنعيه كام، لاني احمد هو اللي اتعامل، انا ما اتعاملتش مع حد خالص من ساعه اخر موقف حصل، انا كنت بره اي حاجه. عمو كان بيعمل الرجول بتاعه الركنه، وعمي كان بيقول لي لا مش حلوه ومش اي حاجه، قلت له ماشي، فراح قال لي هجيب لكم رجول تانية. فهو عامل لي الرجول من تحت قماش اللي هو اللون البيج نفس اللون ده، فهنعمل لون تاني خالص. هجيب الرجول اللي هي الاستانلس دي، عارفين الاستانلس ترفعها شويه. وكمان لو حبيت اسيق الولد الامور دوت كان مع الراجل بيعمل الشغل، وكان واقف قدام الكاميرا بيتكلم، وعمي كان واقف بيتكلم في الموبايل مع اصحابه بالاشاره يعني. ودي الركنه بعد ما اتحطت، بس مش ده الشكل بتاعها اللي هيتحط بيه. الكرسي اللي هو من ناحيه الشمال دوت اللي انتوا شايفينه هيتحط في النص، عشان هما كانوا بيجربوا كشكل يعني. بس انا مبسوطه قوي بالشكل بتاع الركنه، حلو جدا ما شاء الله. وكمان لما يتحط عليها الكوشنز كمان، بس مضايقه الكوشن كمان صغيره مش كبيره، اللي هو الشكل الطبيعي بتاعها الراجل عاملها صغيره جدا. هنا يا جماعه في نفس اليوم، برضو في نفس اليوم كل ده انا عملت لكم الفيديو على 3 فيديوهات عشان خاطر كان كتير جدا، فعملت لكم على 3 فيديوهات. اليوم ده برضو نفس اليوم اللي انا اتشلوحت فيه، وكان فيه هد وكان فيه تراب والشقه اتبهدلت خالص. انا بجد اتمرمطت كذا مره في الهد الرخام، مرتين الرخام اتقطع، ومره تانية لا اتبهدلت جدا. اقسم بالله كل ما افتكر الايام دي حاسه ان انا هعيط. خلاص كده احمد بيشيلها، وكان زعلان هو بيشيلها، بس انا قلت له ان شاء الله يعني هتبقى هعمل لك حاجه حلوه وهتعجبك وكده، وان شاء الله برده هعمل حاجه حلوه باذن الله تعجبه جدا، وهفاجئه بقى بالشكل النهائي، عشان هو طبعا زعلان ان هو كان بيشيلها، وكان طبعا دي كانت مكلفاه 3000 جنيه. فبيقول لي يا بنتي الناس كلها بتعمل جمعيات وحاجات علشان يعملوا الحاجات دي وانتي بتشيليها. بس يا جماعه قلت له ان شاء الله يعني انا اقنعته اللي هو يعملها. وعايزه اقول لكم كانت نظيفه جدا، الجبس بتاعها كان حلو قوي، الجبس البورده بتاعها كنت مفكر ان انا اسيبها وابيضها ابيض، بس قلت انها كده ان انا هنقل بيت الشاشه من هنا هخليها في وش الركنه، وهنا هحط البار وهحط الجزامه وهحط فيها مرايه كبيره كده طويله، يعني هظبط فيها شويه حاجات. فقلت خلاص ملهاش لازمه، وان شاء الله يعني ايه كده هظبط. عايزه اقول لكم بقى حضروا نفسيكم علشان خاطر يا جماعه انا هبيض المطبخ بتاعي واخيرا. فحضروا نفسيكم بقى جدا عشان خاطر هنجيب الادوات مع بعض، هقول لكم استخدمت ايه. وانا بكلمكم دلوقتي وانا عامله المطبخ، وما شاء الله الله اكبر جميل ما شاء الله، بقى لونه حلو قوي فريده، مش ممكن يتقشر ويطلع بعد كده. انا لسه هجيب ماده كده شفافه هتتحط عليه عشان خاطر ما تخلوش ان هو يقشر، يعني عشان اللاكيه مش بيمسك قوي على الرخامه، بينشف، بس ممكن انت لو حكيتيه جامد هيطلع معاكي، لكن تسيبيه عادي تعاملي معاه الطبيعي تمام. طبعا مش هعمل عليه اي اكل، عندي البلانشه بتاعتي هقطع اكل خضار حاجه هيبقى على البلانشه. لو عايزه اعمل عجينه ولا عايزه افرد حاجه عندي الديب فريزر بعمل على الغطا بتاعه. بصراحه كل حاجه برضو نافعني، نافع ربنا اكيد، بس يعني بينفعني في ان انا بعمل عليه العجينه بتاعتي. بقى احمد في الجبسن بورد دوت اللي هو المسامير اللي كانت فيه بس، والكهرباء هنا كان بيحاول يفكها، وكنت خايفه جدا عليه اللي هو يتكهرب لا قدر الله. لما تيجوا تعملوا شقتكم ما تعملوش فيها الوان كتير، وحدوا الالوان ولعبوا في العفش براحتكم، برضو خلوا العفش موحد في اللون، بس هيكون له مختلف. لو انت عملتي الحيطان لون الجري اللي هو نزل الموضه برضو والكافيه لاتيه، العبي في العفش بتاعتك واعملي كده اللي اديته سبوتات صغنطوطه كده لونها حلو. لون الورم بيبقى تحفه اللي هو على الاصفر شويه. هنا كنت بقول له معلش يا حبيبي، وعماله بكنس من وراه عشان خاطر اخلص. قلت له هعمل لك شاي وعمل لك اكله حلوه. اليوم ده عملت له باميه وعملت له بطاطس اللي انا صورتها لكم، وعملت له لحمه وظبطته بصراحه في الاكل، يعني عشان حرام هو تعب جدا. معدته يا جماعه طريق الراجل معدته يعني، ومؤخرا بنفهم، وكل ما بنكبر بنفهم ان هو طريق الراجل معدته، وان احنا ملناش غير بيوتنا، وان احنا نستحمل، وان احنا حاجات كتيره قوي. بس الحمد لله على كل حال. هنا خلاص انا كده يا دوبك هختم معاكم، لان هو كده خلاص. والحاجات اللي في الارض والحديد دي اترمت وكلها اترمى. البتاع دي كانت عامله وقتها 3000 ونص بتهيألي يا جماعه. بس اخدت الاسبوتات هركبها في السقف، وهعمل برضو لون ابيض، بس اللون الابيض اللي معمول ده في الحيطه ما كانش لطيف خالص، مش اللون الحلو اللي هو نضيف الابيض بلاستيك. لما تيجي اعملي لون الكمبيوتر او بلاستيك او زيت اللي هو بتغسل تمام، عشان انا كنت عاملاه ده ما كانش بلاستيك، وما كنتش اعرف الناس اللي جم عملوه ما كانش عاملينه كويس، والكلام ده كله كتير، وكان بيبقع بسرعه،
ما كانش ينفع يتمسح ولا يتغسل والكلام ده. فان شاء الله انا هجيب لسه وهنشوف مع بعض وهنعمل ايه. وادعوا لي يا جماعه اخلص على خير وربنا يسد ديوني وديونكم ان شاء الله، ويفك كربي وكربكم ويدي كل اللي عايز بيه، بيكرم كل اللي بيكرم يا رب، كل اللي بيعمل حد حاجه خير وبيساعده بفلوس ولا بعلاج ولا بخزين ولا بحاجه بسيطه مساعده ليه، ربنا يديها له اضعاف اضعاف يا رب، ويزيده من حيث لا يحتسب، ويكرمنا جميعا ويرزقكم ويديكم من الخير كله، ويشوفوا خير في أولادكم ويفرحكم ويعوض كل بنوتة صبرها خير ويهدينا جميعا. وكل شاب بيتفرج عليا أخويا ربنا يسترها معاه ويكفيك شر الحاكم الظالم، دايما ماما كانت بتقولها، ويصلح لنا جميعا. باي.